سأل رجل شيخا حكيما: هل يبكي الرجال؟ أجاب الحكيم بحزم: نعم، يبكي الرجال. قال الرجل: متى يبكي الرجال؟ قال الحكيم: يبكي الرجال عندما تموت أمهاتهم، يبكي الرجال حين يفقدون آباءهم، يبكي الرجال حين يمرض أحد أبنائهم، يبكي الرجال حينما يزوجون بناتهم، يبكي الرجال لجحود الأبناء أو استعلائهم أو تطاولهم ولو بكلمة على الوالدين، يبكي الرجال قهرا وغلبا وضيقا وخيبة، يبكي الرجال عند عجزهم عن تأمين لقمة أو حاجة أو أدنى رغبة لأولادهم، يبكي الرجال لفراق الوطن وغياب الأحبة، يبكي الرجال ولكن في العتمات وتحت الأمطار وعلى الوسائد، لكن دموع الرجال لا تخرج من العين على الخد فيراها الجميع، بل تخرج من القلب وعلى القلب، فيظهر أثرها في التنهدات والنظرات وتجاعيد الوجه وبياض الشعر ورجفة اليدين.